بتسأل بس ليه هو صلاح في المنتخب؟ ليه مش زي في ليفربول؟ مرموش يمكن شوية أفضل شوية، محدش بيتكلم عليه كتير. بس صلاح ليه في المنتخب مش زي في ليفربول؟ عشان زيزو. مش بالخصوص عشان زيزو، عشان أنا زملكاوي يعني وزعلان من ميزو، لأ. لعيبة مصر كلها زي زيزو. اتفرج على الكرة ديت. زيزو خد. عندك اتنين من افضل اجنحة العالم، فاتح لك واحد يمين واحد شمال، واخدين استعداد هوب تلعب الباص ثرو باص انفراد على طول. اتفرج على زيزو. الصورة اللي بعدها. زيزو حتى الكرة في تريزيجيه قدامه ما بصلهوش، زيزو خد الكرة وهيرجع بها تاني. شوف هيرجع بها لورا كمان. يعني دي كرة ممكن تقول كرة عادية كده، الكرة لو باص ثرو بس كان انفراد لمحمد صلاح او مرموش. عدت الكرة التانية، محمد صلاح رايح وخلاص، مش لا عايز يرقص، مش عارف، عايز حد يلعب معاه. اجاله زيزو، خلاص بقى زيزو هيلعب. بصل الكورة. محمد صلاح خلاص خد وضع الاستعداد ان هو يسرق اللعيبة ويروح على يخش على منطقة الجزاء. ما عملش كده زيزو. عبال عمل اي حاجه تانية، في مرموش اهو بيشاور له ويقول له العب في هنا في المساحه فاضيه وانا هقطع واخش وابقى انفراد. برضه ما عملش كده برضه. وضاعت الهجمه بدون اي حاجه واي خطوره. في الاخر محمد صلاح عمال باكل في نفسه ومش عايز منه مؤدب زياده عن اللزوم. وهنا مرموش بقى في الصوره اللي بعديها عمال بيقول له يا ابني انت بتعمل ايه يا ابني؟ حرام عليك، وعلى اليوم اللي شفنا فيه كوره وشفنا اشكالك بتلعب معانا في منتخبات ولا مع فرق. فهو ده الفرق بين اللعيبه اللي بتلعب مع صلاح ومرموش في الدوري الانجليزي، وبين ميزو والاشكال اللي بتلعب مع صلاح ومرموش في المنتخب المصري.